لو انت سيده فوق ال 40 او حتى ال 35 ومهما عملتي دايت خلاص مش عارفه تخسي، ومهما قسيتي على نفسك مفيش حاجه جايبه نتيجه، عايزاكي تسمعي الفيديو ده لغايه الاخر. واول جمله عايزاكي تحفظيها فيه عن ظهر قلب، وهي when cortisol is high progesterone and estrogen say goodbye. تعالي سوا نتعلم تغذيه ونعرف يعني ايه معنى الجمله دي، علشان من غير ما هتفهمي الجمله دي مش هتعرفي تخسي خالص في فتره البيريمينيبوز. تعالي اعرفك الاول على هرمون الكورتيزول بيعمل ايه في جسمك في الفتره بتاعه البيريمينيبوز. هرمون الكورتيزول ده هو ينطبق عليه المثل اذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكه، وهو ده فكره الفيديو النهارده. يعني ايه الكلام ده؟ هرمون الكورتيزول ده هرمون التوتر اللي بيطلع وقت ما جسمك بيحس بالخطر، سواء بقى اسد بيجري وراكي او الحاجات اللي هنقولها في الفيديو دي اللي بتطلع هرمون الكورتيزول بصفه مستمره من غير ما تحسي. بيعمل ايه بقى هرمون الكورتيزول لما يطلع في جسمك بصفه مستمره؟ هيعمل لك تركيز دهون في اماكن يعني مميزه للغايه. ليه؟ في منطقه البطن، وبالذات البطن العلويه دي، بطنك تبقى مربعه كده وكبيره، بيسموها كورتيزول بيلي. ويعمل لك تخزين دهون في منطقه الدراعات والظهر والصدر، وكمان وشك يبقى منفخ ومورم، وجسمك يكون تقيل، بتحسي ان جسمك تقيل، مش بس انت تخينه، لا انا جسمي مورم وتقيل. ومهما عملتي ما مش لاقيه اي نتيجه، بالعكس بتحسي انت بتورمي اكتر وبتنفخي اكتر. بيعلي سكر الدم، فبالتالي بيعلي هرمون الانسولين اللي هو هرمون تخزين الدهون، فهتلاقيكي ان انت بتتخني بقى من اماكن تانية كمان، وفي نفس الوقت بيعلي الكوليسترول الضار اللي في جسمنا. مش بس كده، ده بيزود الالتهابات في جسمنا، يعني دايما تحسي ان انت تعبانه ومرهقه وجسمك بيوجعك ومفاصلك بتوجعك. وكمان بيعمل التفكير الضبابي، اللي هو تحسي ان انت مش مركزه، بتنسي احداث، مش عارفه تجيبي الاسماء. طيب الاستروجين والبروجستيرون دول مين؟ هم الملائكه اللي بيمشوا وقت ما الكورتيزول بيكون عالي. مهما حصل، هم هرمونات اللي كانوا بيحافظوا على الكتله العضليه بتاعتنا، بيقللوا الانسولين ويقللوا سكر الدم بتاعنا، بيدونا طاقه، بيخلونا نخس، بيخلونا هاديين، بيخلونا نعرف ننام. والملائكه دول اللي هم الاستروجين والبروجسترون بيقلوا لسببين. اول سبب ان ده اللي بيحصل عادي في فتره البريمينيبوز، اللي هي ما قبل انقطاع الدوره الشهريه ب10 سنوات. والسبب الثاني ان كل ما الكورتيزول بيزيد هم كمان بيقلوا. في الوقت ده بقى مستحيل تخسي وتبقي في صحه جيده كمان، وشكل جسمك يتظبط والكورتيزول عالي والاستروجين والبروجسترون قليلين. مستحيل. تعالي سوا بقى نعرف ايه الحاجات اللي تعمليها عشان تقللي التوتر، فتقللي هرمون الكورتيزول، فتعرفي تخسي. ده الفيديو الرابع في سلسله الفيديوهات رحله التعايش الصحي مع فتره البريمينيبوز. في 3 فيديوهات قبليهم، ارجوكي اتفرجي عليهم عشان هيساعدك تفهمي الفيديوهات بطريقه افضل. تعالي نقسمها سوا بقى، حاجات نعملها عن طريق الاكل وحاجات تانية عن طريق العادات اليوميه. احنا قلنا من الفيديوهات القديمه، فاكرين جمله كتالوجك يتغير خلاص؟ يعني خلاص هرموناتك ما بقتش بتسمح بحاجات زي ما كنتي بتعمليها زمان تنفع دلوقتي، ومن ضمنها ان انت لسه لغايه دلوقتي ما قطعتيش السكر. ما ينفعش تفضلي تاخدي سكر وسكريات، وحتى السكريات المستخبيه في الحاجات، يعني زبادي بالفواكه والحاجات دي كلها، كل دي سكر هيزود التوتر في جسمك دلوقتي، لانه بيلعب في مستوى سكر الدم خلال اليوم. من الحاجات اللي بتزود التوتر قوي بقى ان انت تفضلي تاكلي اكل عالي النشويات وقليل البروتينات. انتوا مش متخيلين، انا ما قابلتش سيده بتاكل كميه بروتينات حيوانيه بطريقه كافيه لجسمها وصحتها. كل ما بتعلي النشويات وبتقللي البروتينات، ده بيدي اشاره لجسمك ان احنا في حاله خطر ومجاعه، انا مش عارف اخد العناصر الغذائيه والاحماض الامينيه اللي جسمي محتاجها. اعلن حاله الطوارئ وعلي لي الكورتيزول بصفه مستمره. ويا سلام بقى لو اضفتي عليهم اكل قليل السعرات، ده بقى الكومبو المثالي عشان خاطر يفضل معليلك هرمون الكورتيزول بصفه مستمره. تعالي اقول لك اشهر مثال لده، الجمله الشهيره: والله يا دكتوره ده انا ما باكلش خالص، انا اكلي قليل جدا، ده هو بس كوبايه الشاي بلبن او النسكافيه مع بسكوتين وبقعد عليهم طول اليوم، ما اعرفش ما بخسش ليه. وهنا ما شاء الله ضربتي عصفورين بحجر واحد، مش بس حضرتي عفريت الكورتيزول، لا ده انت كمان حضرتي عفريت الانسولين. لان انت كل اللي عملتيه انت رفعتي سكر دمك جامد، فالانسولين حضر مع الكورتيزول لان مفيش اكل، والاثنين دول لما بيحضروا بقى ايه اللي هيمشي من عندنا؟ الاستروجين والبروجستيرون وكمان هرمونات الشبع. ومن الغلطات برضو القاتله في الفتره دي ان انا اكل جانك
مصنع محفوظ معلب مليان كيماويات ضاره. فاكرين هاشتاج اخربها سعرات وما تخربهاش كيماويات من 8 سنين؟ هو ده بقى هنا وقت تطبيقه جدا، لان الحاجات دي بتزود الالتهابات في جسمنا، فبتزود مستوى الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، لان برضو دي حاله طوارئ لجسمك، فبرضو ما تخسيش. فالحل ببساطه في فتره البيريمينيبوز عشان تعرفي تخسي هو ان انت تظبطي مستوى كورتيزولك وانسولينك وكمان الاستروجين والبروجستيرون. ازاي تعملي الموضوع ده؟ عن طريق ان انت تاكلي اكل كتير وصح، يعني تزودي البروتينات الحيوانيه لو سمحتي اهتمي بيها في كل وجبه، ان انت تزودي الالياف عشان ده بيساعدك جدا في تظبيط مستويات السكر الدم خلال اليوم، والدهون الصحيه بالله عليكي عشان دي حاجات هتساعدك في انتاج الهرمونات بتاعتك اللي هي الاستروجين والبروجستيرون، وكمان تقليل الانسولين، وتقللي استهلاكك من النشويات وتاخديها من نشويات صحيه، حاجات زي البطاطس والبطاطا الشوفان، الحاجات دي مفيده جدا، بلاش دقيق ابيض وبلاش حاجات مصنعه. والاهم على الاطلاق ارجوكي كلي واشبعي، لازم تشبعي وتبقي مبسوطه، لان ده بيدي اشاره لجسمك ان احنا في حاله رخاء، مفيش داعي تطلع هرمون الكورتيزول لان مفيش اسد بيجري ورانا. انا كده خلصت لك الجزء الاولاني من الفيديو الرابع في سلسله رحله التعايش. معلش مش عايزه اطول عليكي عشان عايزاكي تحفظي الكلام ده كويس قوي وتبداي تطبقيه. والفيديو التاني الجزء التاني بتاعه هينزل، هبقى بنفس اللبس ونفس كل حاجه، هنتكلم بقى عن العادات اللي بتعمليها في يومك بتزود هرمون التوتر. ساعديني في نشر الوعي وشير الفيديو ده لكل سيدة فوق سن ال 35 علشان نساعدها تخس، علشان الفترة دي تعدي علينا كلنا بردا وسلام.